السلام عليكم. باكت كريم كراميل واحد بس واعملي اسرع واحلى كيكه بالصوص بتاعها منها فيها، مناسبه للعزومات للمناسبات، تنفع في اعياد الميلاد وشكلها حلو جدا وطعمها حلو جدا. عندي كوبايه من السكر وعندي باكت واحد من كريم كراميل وكوبايه من الحليب. نضرب كويس جدا، لازم السكر يضرب كويس جدا مع الحليب والكريم كراميل، وننزل من فوق بكوبايه من الزيت، طبعا زيت يكون نضيف عباد شمس او ذره، تنزلي بيه سرسوب صغير كده. مهم جدا تنزلي من الزيت من فوق، ما تحطوش معاهم في الخلاط علشان يديك القوام التقيل الحلو ده، الصوص الجميل بتاعنا ده. خلاص كده جاهز، هاخد منه كوبايه واحده. يبقى انا حطيت السكر مع باكت كريم كراميل وحليب، ونزلت من فوق والخلاط شغال بكوبايه من الزيت سرسوب صغير. هشيل الكوبايه دي في التلاجة. عندي كوبايه ونص من الدقيق، معلقه كبيره من البيكنج باودر، ونص معلقه صغيره من البيكربونات، ودي مهمه جدا. وندخل الكلام ده كويس، او المواد الجافه. ذره ملح خفيفه حطيتها، ممكن تحط ذره الملح في المواد السائله في الخلاط. على باقي الخليط اللي عندي بعد ما خدت منه كوبايه هضيف 3 بيضات تكون بدرجه حراره المطبخ، يعني مطلعاهم قبلها بساعه من الثلاجه، وفانيليا، ونضرب كويس قوي في الخلاط. خلاص كده الخليط عندي جاهز. هضيف المكونات السائله اللي في الخلاط على الدقيق، وان شاء الله هكتب لك برده في صندوق الوصف المكونات بالظبط. قلبي كويس قوي. عايزه الخليط عندي يكون بالقوام اللي هتشوفيه معايا ده، لا هو تقيل ولا خفيف. خلاص بايركس عندي دهناه دهنه زيت ورشه دقيق، بيوزعي الكيك فيه. الكيك اللي جاتوه شاتو كريم كراميل، وسهل جدا ومن احلى والذ انواع الكيكات، والصوص منه فيه مش هحتاج تعملي صوص تاني ولا اي حاجه. خلاص دخلناه الفرن 180 درجه حوالي 40 دقيقة أو 30 دقيقة حسب الفرن عندك. يطلع تتأكدي ان هو استوى بالخلة. وزعي الكوباية اللي الصوص اللي احنا شلناها في التلاجة على كل الخليط. لو تحبي تسقسقيه بشوية لبن اللي هو الكيك نفسه، انا ما سقسقتوش ولا حاجة، هو طري وكان جميل جدا. بالكراميل اللي بيبقى موجود مع الكريم كراميل الكيس ده، تقدري تعملي الخيوط دي وتزينيه، وتعملي بالخلة كده رايح جاي، يديكي شكل حلو جدا. وتحطيه في التلاجة شوية عشان طبقة الكريم كراميل تمسك معاكي. يبقى انا عندي هنا باكت كريم كراميل واحد، عملت منه وصفه جميله جدا، جاتوه شاتو الكريم كراميل، ينفع في مناسبات واعياد الميلاد، وحلو جدا وسريع لو حد ضيف عندك. والصوص منه فيه مش هنحتاج صوص تاني ولا اي حاجه، سهل وبسيط وطعمه رائع فعلا، طعمه جميل جدا. ان شاء الله الفيديو يعجبك، اتمنى لايك على الفيديو، الاشتراك على القناه. تحياتي هيدا عبد الله، السلام عليكم.